بما إن حضرتك شرفتنا بالزيارة في القناة، يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جولتنا الرياضية مليئة بالأخبار الحلوة والشيقة والسخنة، أخبار لذيذة وجميلة. تعالوا نشوف إيه اللي معانا من أخبار. أول خبر بيخص جمهور النادي الأهلي، وهو عن التيشيرت الجديد للنادي اللي النادي الأهلي بيعلن عنه النهاردة، الزي الاحتياطي اللي هو الذهبي. بس أول ما نشوف التيشيرت عايز رأيكم في التيشيرت. راضي عن التيشيرت ولا غير راضي ولا مقبول؟ الخبر الأولاني بيقول الأهلي بيعلن عن التيشيرت الاحتياطي الثالث. نادينا الحبيب بيعلن النهارده عن التيشيرت الذهبي الجديد واللي ظهر به لاعبي الفريق محمد هاني ومحمد شريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنادي الأهلي. التيشيرت الجديد نال رضا وإعجاب كتير من المتابعين والمحبين للنادي، اللي وصفوه بالشياكة والأصالة والعراقة، والبعض الآخر صنف التيشيرت الجديد بأنه الأفضل في الألوان الثلاثة، والبعض الآخر وصف نفسه بالفخر للانتماء لهذا النادي العريق بسبب شياكة التيشيرت الجديد الاحتياطي. ولولا الزي الرسمي للنادي الأهلي وهو اللون الأحمر، كان الجمهور طالب النادي باللعب بالتيشيرت الاحتياطي من كتر حبه للتيشيرت الجديد وإعجاب الجمهور الأهلاوي بالزي الجديد. الزي الجديد بيعبر عن عراقة وأصالة النادي الأهلي فعلا. تصميم التيشيرت جه باللون لونين الأصفر والأسود، مع وضع شعار النادي ناحية الشمال، وفوق الشعار من الأعلى تم وضع 4 نجوم اللي هم بيعبروا عن عدد مرات الفوز ببطولة الدوري مضروبة في 10 بتساوي 40 بطولة، يعني كل نجمة بتمثل 10 بطولات للنادي، مع وضع نجمة وحيدة بالأسفل واللي بتعبر عن عدد بطولات أفريقيا العشرة كأبطال الدوري اللي فاز بها النادي الأهلي طوال مشواره الكروي منذ التأسيس حتى الآن. كمان مع إضافة رمز الشركة الراعية على يمين التيشيرت مع بساطة اللونين الأصفر والأسود. كان الفريق الأول بالنادي خاض مرانه النهارده صباح اليوم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة ليستعد من خلاله لمباراة الاتحاد السكندري اللي إن شاء الله هتتلعب يوم الاثنين اللي جاي. والمباراة دي كانت مؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري. بعد المران عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية والتكتيكية، وأعقب المران جلسة مطولة مع الجهاز المعاون لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة. وكمان أدى ثلاثي حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات تحت إشراف ميشيل يمكن مدرب الحراس. كمان النهاردة محمد طاهر قام بتنفيذ بعض الفقرات التدريبية ضمن البرنامج التأهيلي الخاص اللي بيعمله معاه الجهاز الطبي بالنادي للتعافي من الإصابة بجزء في الرباط الداخلي للركبة. ومنح الجهاز الفني راحة سلبية للفريق بكرة الجمعة على أن يستأنف المران صباح بعد غد السبت بمواصلة التحضير للمباراة. الخبر الثاني أن الخطيب بيتفقد المنشآت الجديدة بفرع الشيخ زايد وبطولة الأهلي للإسكواش. كابتن محمود الخطيب النهاردة بيزور النادي الأهلي في فرع الشيخ زايد بالجزيرة، ويقوم بجولة تفقدية لفرع الأهلي ومتابعة الخطوات التنفيذية وسير العمل في المنشآت الجديدة وأعمال التطوير داخل فرع النادي بالشيخ زايد. وكمان الجولة تضمنت الاطمئنان من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة على سير العمل في المبنى الإداري والجراج والجيم وملاعب الأكاديمية الجديدة وغرف ملاعب السيدات في الجيم القديم والمسجد والبوابة الجديدة بشارع النزهة. وكمان وجه الكابتن محمود الخطيب بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفق المواعيد الزمنية المحددة اللي محطوط لها جدول. كما اطمأن الكابتن محمود الخطيب على الجانب الخدمي الخاص بأعضاء النادي من اللواء خالد عبد الرحمن مدير الفرع. وخلال الجولة حرص رئيس النادي على متابعة بطولة الأهلي المفتوحة للإسكواش واللي بتختتم فعالياتها اليوم بالنادي.
لجنة تنمية الموارد بالنادي الأهلي بتعمل اجتماع النهاردة برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، في حضور كل من محمد الضماطي ومحمد الجرحي عضوي المجلس، وكمان لمياء مختار عضو اللجنة، لمناقشة عدد من الأمور الخاصة بعمل اللجنة والأفكار المطروحة لتنمية موارد النادي خلال الفترة القادمة لمواجهة حجم الإنفاقات الكبيرة في كافة القطاعات الخدمية والرياضية والإنشائية في النادي. واستعرضت اللجنة في الاجتماع آخر المستجدات الموجودة في السوق المصرية، كمان للوقوف على الخطط المطروحة وإعداد دراسات جدوى فيما يتعلق بطرح بعض المنتجات الخاصة بالنادي. وكمان بيستغلوا القاعدة الجماهيرية العريضة والتاريخ الحافل بالبطولات والإنجازات اللي عليه النادي، الأمر اللي بيساعد على نجاح تلك المنتجات. وناقشت اللجنة كمان جانب من الأفكار الخاصة بعدد من المشروعات الاستثمارية لتحقيق أكبر عائد مالي في ضوء ما لجأت إليه الأندية العالمية الكبيرة لتطوير مواردها المالية. وبحثت اللجنة كمان خطة تسويق عضوية النادي بشكل عام وعضوية فرع التجمع الخامس بشكل خاص داخل وخارج مصر، في ضوء التنسيق القائم مع لجنة تسويق العضويات ولجنة شؤون العضوية. الخبر اللي بعد كده بيقول النادي الأهلي يتقدم بخالص التعازي للأستاذ خالد مرسي. كابتن محمود الخطيب ورئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية والإدارية في النادي بيتقدموا بخالص التعازي للأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة في وفاة شقيقه اللي وفاته المنية اليوم الخميس، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كابتن ضياء السيد بيصرح تصريحه وبيقول فيه الأهلي كان شرس أمام المحلة وكولر يسعى للوصول لأفضل تركيبة هجومية. كابتن ضياء السيد نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق بيقول إن الأهلي ظهر بشكل مختلف أمام غزل المحلة، وده اللي كلنا لاحظناه خصوصا في الشوط الأول، وبيقول نجح في تحقيق الفوز، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر كان شرس داخل المستطيل الأخضر وضغط بشكل قوي على زعيم الفلاحين في نص ملعبه. وقال كمان في تصريح عبر برنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة الأهلي لم يظهر في مواجهتي المقاولون وطلائع الجيش بشكل جيد بسبب فترة التوقف، لكنه استعاد لاعبيه الأساسيين محمد عبد المنعم وعلي معلول، كما ظهر السولية بشكل جيد وكذلك بيرسيتاو. وأضاف الكابتن ضياء السيد المحلة تأثر بعدة أمور منها أزمة بابا فاسيليو، وما أعتقدش إن أزمة بابا فاسيليو دي أثرت على الفرق أصلا، ولكن هذه الأمور أعطت دوافع للأهلي وكانوا لديهم شراسة وأفضلية طوال اللقاء. وقال كمان ظهر الدفاع الفريق الأحمر اللي هو على الأهلي يقصد النادي الأهلي بشكل أفضل، وهذا ما يعطي مؤشر بأن كولر لديه حالة تركيز في النواحي الهجومية واللي بيسعى للوصول إلى أفضل تركيبة. هناك فرق تظهر وتختفي في أسابيع قليلة. الخبر اللي جاي بصراحة خبر مش اللي هو خبر بيدل على أصالة وعراقة النادي الأهلي والأدب اللي بيفرق النادي الأهلي عن أو رموز النادي الأهلي عن الأندية التانية. الخبر بيقول أمير مرتضى منصور زكريا الوردي خارج حسابات الزمالك بسبب، خدوا بالكم من الكلمة دي، بسبب الاكتئاب، واللاعب يرفض الاستمرار. أنا توقفت عند كلمة الاكتئاب، يعني ينفع يا جماعة ده يصح تصريح زي ده يخرج من مسؤول علشان تعرفوا الفرق ما بين الأهلي والزمالك والأندية التانية؟ كيف الأهلي بيعامل ولاده وكيف تعامل الأندية الأخرى مع ولادها. التصريح مش كده وبس، لا ده تطرق كمان إلى إنه يجرح مشاعر أسرة اللاعب والمتمثلة في والدته كمان. يعني التصريح ده لو خرج من سيد عبد الحفيظ ولا أي مسؤول في الأهلي في حالة مثلا في حالة مؤمن زكريا كانت الدنيا هتخرب وكل السكاكين اتسنت لسيد عبد الحفيظ، ولكن لأننا متعودين على ألفاظ ما يصحش تخرج من مسؤول كبير في قلعة كبيرة زي نادي الزمالك، أنا كمسؤول لازم ولابد أن أحافظ على شعور جميع اللاعبين
ويجب ألا يتم إخراج أسرار اللاعبين من داخل النادي. يعني كان المفروض على أمير مرتضى إنه يتم إخفاء هذا السبب، ويحاول حتى على الأقل يلاقي مبرر غير المبرر ده. حكاية المرض، خصوصا إن إحنا كعرب عندنا حساسية شوية من ناحية الحالات اللي بالشكل ده. يا ريت نتعلم الدرس كويس ونحافظ على شعور اللعيبة، عشان كده ما يصحش. وخدوا بالكم إن كل المشاكل اللي بتحصل للاعب بسبب مباراة السوبر، أمير مرتضى يعني المفروض يفكر إن السوبر أو اللي حصل في السوبر بسبب نادي الزمالك مش بسبب النادي الأهلي زي ما الناس بتقول. ده بدل ما النادي يحاول يعالج اللاعب ويرجع له مكانته الطبيعية ويقفوا جنبه يقولوا عليه الكلام ده، هل ينفع ويصح؟ هي الرياضة يا جماعة بتعلمنا الأخلاق ولا بتعلمنا التعامل الناس بالشكل ده؟ نرجع للتصريح ونشوف أمير قال إيه كمان. الخبر بيقول: تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكورة بنادي الزمالك عن موقف المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق في ظل غياب اللاعب عن مباريات الفريق الأخيرة في الدوري. وقال أمير في تصريحات عقب مباراة طلائع الجيش إن زكريا الوردي بيعاني من أزمة نفسية كبيرة خاصة وبيشعر بأنه سبب خسارة الفريق في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي. وقال كمان: حاولنا نساعد اللاعب وأرسلنا لوالدته كي تحضر إلى القاهرة ولكنها تعرضت للمرض. خدوا بالكم من الكلمة دي، وأرسلنا لوالدته كي تحضر إلى القاهرة ولكنها تعرضت للمرض بسبب مباراة السوبر المصري. وأضاف أن اللاعب يشعر في الوقت الحالي أنه لا يستطيع أن يستمر مع الفريق وهو خارج حسابات الزمالك في الفترة الحالية حتى يعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي مصيره. شفتوا الفرق ما بين الأهلي والأندية الأخرى عامل إزاي؟ الأهلي وقف مع مؤمن زكريا ولحد النهارده بيقف مع مؤمن زكريا بصرف النظر عن ان ده من المغرب او من بلد شقيق او ده مصري والكلام ده. فيا ريت نراجع نفسنا في الحاجات اللي بتحصل الصغيره دي. اخر خبر معانا ان شاء الله بيقول: تطورات ازمه عبد الله السعيد مع الاهلي. اكد الاعلامي هاني حتحوت ان المحكمه الرياضيه كاس قررت النظر في قضيه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز مع النادي الاهلي، وقالوا النطق بالحكم فيها بنهايه ديسمبر الجاري. وقال كمان هاني حتحوت خلال برنامجه الإذاعي إن اللاعب قدم شكوى ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح النادي واللي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي. وقال هاني حتحوت كمان المحكمة عقدت جلسة مؤخرا ونظرت المستندات اللي قدمها الأهلي واللي بيشرح من خلالها أسباب لجوءه إلى مركز التسوية المصري ومدى قانونية هذا الحكم اللي صدر ضد اللاعب وفقا للوائح، وطلب من المحكمة تأييد الحكم. واختتم هاني حتحوت كلامه كمان: اللاعب طالب في شكواه إلغاء الحكم السابق بتغريمه مبلغ 2 مليون دولار وتجميد أصوله للنادي الأهلي بعد ما قام بخرق بنود تعاقده. بنهاية هذا الخبر نكون وصلنا لنهاية الأخبار اليوم. أن تنال رضا حضراتكم، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.